اخيرا بعد 8 شهور من عمل القناه هعمل اول فيديو لتقييم المتابعين، ولكن بقى هيكون مختلف عن باقي الناس اللي بتعمل تقييمات، لان هعمل شروط معينه للقنوات اللي هقيمها عشان تعرفوا الاسباب اللي بتخلي قنوات تعمل مشاهده ولا لا. وهدفي في الفيديو ده انك تتعلم اكتر عن خوارزميات اليوتيوب، عشان كده عملت بوست على القناه لتقييمات المتابعين، وهخش انام واشوف كام واحد هيعلق ويعمل لايك. تمام، دلوقتي بقى تعالوا نخش نشوف كام واحد علق. وما شاء الله 90 واحد علق. قلبي يا نهار ابيض يا رجاله، صلوا على النبي، يعني واحده واحده طيب عليا. تمام، بما ان في ناس كتير جدا علقت فانا مستحيل اقدر اعمل تقييم ليهم كلهم لانه هياخد وقت كبير جدا، لكن هختار ناس عشوائيه وما تزعلش لو اسمك ما طلعش منهم، لان الهدف الاساسي انك تتعلم من اخطائهم. وانا بقى اختار 3 من الاول و3 من النص ومن الاخر. ويلا بقى بينا نبدا باول واحد. تعالى بقى نشوف اول واحد، بسم الله. فنبدا باول واحد اسمه حسن واي تي. تمام، عموما لسه منزل اول فيديو عن سوره الكهف. ما شاء الله، بس هو نزل 13 فيديو، فاعتقد انه ماشي بالشورت. تمام، هو محتوى ديني. اولا دلوقتي يا جماعه لازم نبدا بشروط معينه، وهتكون موجوده هنا في الجنب على اليمين، وهي اولا المجال والفكره والفيديو. اول حاجه بالمجال، دلوقتي انت بادئ بمجال ديني ودي حاجه كويسه جدا، طبعا افكار حلوه، بتنزل فيديوهات قرانيه، بس حاول برضه كمان انك تنزل قصص قرانيه معاه. انت بس محتاج كمان تزود كمان نوع تاني من الفيديوهات، وهو القصص القرانيه مثلا او القصص الدينيه. نخش بقى على تاني واحد، مليكه اند مالك. تمام، عندها 682 مشترك، منزله 41 فيديو، وبالنسبه لعدد المشتركين فانا شايف ان ده مش حلو الصراحه. نبدا بالشروط اللي احنا عاملينها. بس اولا الصوره المصغره مش كويسه، حلو الافكار، يعني المجال انت تمام، يمكن دلوقتي انت ماشي في مجال الجيمنج، لا على فكره الصراحه انا شايف هنا في افكار حلوه. جربت اعيش يوم كامل في سجن، انا شايف ان دي كويسه، بس محتاجه بس صوره مصغره، واكيد الفيديو مش مطابع عليه، لان بص انا كواحد مثلا بشوف الصوره المصغره عامله كده، فالمنتج هيكون عامل ازاي. انا شايف ان انت نجحت في الفكره والمجال، ولكن انت ما نجحتش في الفيديو نفسه. يعني مثلا دلوقتي تعالى مثلا اوريك حاجه، بص ده الكتاب اللي انا عملته، اللي انا الحمد لله يعني جاب نسبه مبيعات كويسه، ولكن برضك عايز افهمك حاجه، وهي هنا الفهرس اللي موجود في الكتاب. ازاي انك تختار المجال، انت يعتبر اخترت المجال الصح، ولكن في شويه اخطاء. انت هنا ازاي انك تعمل سكريبت احترافي، طبعا موجود هنا في صفحه 12. طبعا انت لازم تهتم بالحاجات دي، انك تعمل حاجه اسمها سي تي اي وهوك وستوري وكونتنت. لازم تفهم الاربع حاجات دول، لو فهمتهم هتفهم كويس ازاي انك تعمل سكريبت احترافي مش بدائي جدا زي اللي انت عملته. تمام، تعال نخش على بعده، وهو اللورد انمي، جايب 99000 مشاهده، فتجي حاجه كويسه جدا، لكن بالنسبه لعدد المشاركين فانا شايف ان هي صراحه قليله جدا. يعني المفروض مثلا دلوقتي لو انا مكانك في فيديو عندي ضرب مثلا جاب مشاهده كويسه، هعمل عنه تاني بس بافكار مختلفه، وفي نفس الوقت هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كل فيديو احسن من التاني. يعني اولا انت مختار المجال كويس، والافكار عندك يمكن كويسه نوعا ما، ولكن الفيديو او المونتاج نفسه محتاج يتظبط شويه، وده السبب انك انت ما عندكش مشتركين كتير. فاهتم شويه بموضوع المونتاج، وخلي ليك هويه بصريه، يعني مثلا حط لوجو مثلا خاص بيك، خلي لوجو معين مثلا لما الناس تشوفه تعرف ان هو ده انت، وابدا ظبط المونتاج شويه بنفس الافكار المشابهه زي دي، واضمن انك انت هتجيب مشاهده كويسه. تالت واحد وهو تشالنج اوف محمد. انت لسه بادئ من 5 شهور، عملت تصميم كامل لمنتج 1 جنيه. الفكره دي حلوه جدا على فكره، الفكره دي حلوه جدا، والصوره مصغره يعني اديها 6 من 10، مش اللي هي الجامده قوي، ولكن التكست كويس. فانا هخش الاول كده واشوفه. انا محمد وعندنا تحدي كامل النهارده. اولا انا شايف انك انت بدات تمشي كويس نوعا ما، مجالك بدا يخش في موضوع الايه، تحديات، زي ما انت كاتب هنا عندك تحديات معينه خاصه بالتصاميم، وانا شايف ان دي اصلا مجال كويس. الفكره طبعا ما شاء الله انت كده عامل افكار كويسه، لكن انت ناقص حاجه معينه. اولا تهتم اعتقد شويه بالكلمات المفتاحيه، والاهم من كده انك انت تعمل مونتاج كويس. انا شفت الفيديو ده هو حلو، ولكن انت بتقف كتير في الكلام، يعني مثلا بتتكلم شويه وتقف، اوعى تخلي ان في اجزاء صامته وانت بتتكلم. وتاني حاجه طبعا مش لازم انك تعمل مشاهده من اول فيديو، كمل وابدا تاني وصدقني هتوصل، بس انت بس اهتم بحاجه واحده. انت اولا نجحت في موضوع المجال المحتوى وفكره الفيديوهات، فكره كويسه صراحه. اهتم شويه بالموضوع المونتاج والكلمات المفتاحيه. انا رحت مثلا شايف اول 25 ثانيه رحت طالع كده، اليوتيوب مش هيطلع فيديوهاتك تاني للناس، فالمونتاج هو اللي هيأثر فعلا اذا كان بقى الفيديو هيكمل يطلع للناس ولا لا. واتعب فيه جدا، حتى لو تقعد في الفيديو اسبوعين بس الفيديو يطلع بجوده محترمه، وعاش صراحه والله ينور. طبعا دلوقتي انا عملت اول 3 مشتركين، نبدا بقى نخش بقى من النص. نخش مثلا على 1 2 بسم الله 3 4. اول واحد بدا يهتم بترند جديد، وده مجال كويس، ولكن حاول انك انت تعمل نفس المحتوى بفيديوهات طويله. الفكره افكارك كويسه، ولكن محتاج انك تهتم شويه بفكره تكون احسن من كده بكتير شويه. الصوره المصغره برضك اهتم بيها، طبعا اللي هو الفيديو ده ذات نفسه اهتم شويه بالمونتاج. فانت ما تهتمش انك تنزل فيديوهات كتير، لا عادي تنزل فيديو مثلا كل اسبوع، ولكن فيديو طويل مش شورتس طبعا. فصراحه الله ينور، انا شايف انك انت تكمل في المحتوى ده. خش على القناه اللي بعدها، اساطير التاريخ. اولا انت نجحت في المجال، انا افترض انك انت نجحت في المجال لانك انت بتتكلم عن اولا التاريخ. حاول اولا تهتم بالفكره، هات افكار تطلع ترند، وعشان تبقى تجيب افكار ترند مثلا في البحث قصص تاريخيه، خش هنا على الفلاتر واكتب مثلا في اخر شهر هيجي لك فيديوهات اللي جايبه اعلى مشاهده مثلا، سواء شورتس او فيديوهات طويله. الفيديو ده جايب نسبه كويسه جدا من المشاهدات بالنسبه لواحد عنده 34000، فدي معناها انها فكره ترند. ولكن خد نفس الفكره واعمل فكره مشابهه ليها. اولا كده انت نجحت في المجال، ولكن انت محتاج اولا الفكره والفيديو محتاج انك تتعب عليهم شويه.
لوكا يا لوكا، اللوجو الصراحه ما شاء الله لوجو كويس جدا وحاسه احترافي، جايب 100,000 مشاهده، نسبه كويسه جدا، لكن بالنسبه لعدد المشتركين فدي نسبه وحشه، 5000 13000. دلوقتي يا مالك انت نجحت في المجال، لكن انت محتاج تهتم بحاجه ثالثه وهو الفيديو، سواء اولا من صوره مصغره او المونتاج. صراحه انا شايف انك انت فيديوهاتك كويسه جدا، ولكن انت محتاج بس تهتم باخر حاجه، انت نجحت في المجال، وتاني حاجه انك انت اخترت افكار كويسه، ثالث حاجه بقى اللي انت ما اهتمتش بيها قوي وهو المونتاج. ماشي تمام، ما شاء الله عندك 1500 مشترك بنسبه 13 فيديو، وانا شايف دي نسبه كويسه جدا. طبعا انت منزل بقالك سنتين ونهار ابيض، ودي يعني صراحه انت مش مستمر خالص كمجال، انت كده نجحت في المجال. تاني حاجه الفكره، طبعا هنا يمكن فكرتك انك انت مثلا محتوى تعليمي. تالت حاجه الفيديو ذات نفسه، انا ممكن هنا اقول لك انك انت مشكلتك الاستمراريه، حاول انك انت تختار افكار كويسه الناس مهتمه بيها، لان مش كل الناس مثلا بتحب البرمجه، لكن في ناس تانية بتحب انها تتفرج النتيجه بتاعت البرمجه. لو مثلا عملت لعبه لمده 4 ايام بدون كود مثلا، فانت حاول تهتم شويه بفكره الفيديو، ولكن حاول تهتم بصوره مصغره والفيديو ذات نفسه كمونتاج. واخر حاجه طبعا الاستمراريه، يعني سنتين، سنه، 10 شهور، 4 شهور، يعني يا عم حرام عليك يا عم. كايتو فيديو واحد. طبعا بما انك كده اول فيديو، أهلا، اليوم بعطيكم أقوى 3 ظلال عند جينو. بص اولا انت محتاج تهتم شويه بالهوك، بدل ما تقول اهل نيوم بعطيكم مثلا هديكم اقوى 3 ضلال عند مثلا جينو، لو تخيل مين اقوى 3 موجوده عند جينو، والاخير مش هتصدق هو مين. فساعتها اولا انت حققت 3 حاجات، اولا انت عملت كوك كويس، ثاني حاجه انك انت قلت لهم معلومه كويسه مثلا ان هم مين اقوى 3، ثالث حاجه انك انت خليتهم يكون عندهم فضول مين الاخير، فساعتها هيكملوا الفيديو. فاولا كمجال نجحت في موضوع المجال، تاني حاجه فكره الفيديو يمكن كويسه، ولكن الاخير الفيديو ذات نفسه كسكريبت كمونتاج كصوره مصغره برضك مش اللي هي. فانت حاول تهتم يكون عندك سكريبت كويس، وتهتم بموضوع المونتاج والصوره المصغره. خش بقى على الرابع ومنزل فيديو واحد بس عنده 623، فاكيد انت نزلت فيديوهات تانية ومسحتها. ممكن مثلا نقول انك انت في مجالك عن ازاي انك تعمل فلوس، ولكن انت محتاج تهتم شويه بموضوع العنوان والحاجات دي كلها، يعني مثلا كلمات مفتاحيه، عنوان الفيديو والصوره المصغره والمونتاج. هنا انت مثلا بدل ما تقول اربح مال مثلا حقيقي من المشي، ممكن تقول انا جربت اعمل فلوس عن طريق المشي والنتيجه مثلا فاجئتني زي ما انا بعمل كده، ساعتها هيكون العنوان الفيديو كويس. تاني حاجه الصوره المصغره مش قد كده، مش احسن حاجه، انا عارف انك انت تعبت فيها، حاول تخلي الصوره المصغره احسن من كده شويه. والفيديو نفسه تعالى مثلا نشوفه. إن الله تمام، وملائكته يصلون على النبي يا عليه افضل الصلاه والسلام. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مهم جدا في بداية هذا الفيديو انت الفيديو كله حرفيا نفس النظام. انت محتاج شويه انك انت تهتم بمونتاج الفيديو. طبعا ما شاء الله انت حاطط يعني كلمه قرانيه بتاخد عليها ثواب، بس زي ما قلت لك انك انت محتاج تهتم باول 30 ثانيه، حاول تخليها مثلا في اوقات معينه، يعني انت طبعا عايز الناس تكمل الفيديو، فبدل ما تحطها في اول 30 ثانيه حطها مثلا في وسط الفيديو، اعمل الهوك بتاعك وظبطه وخلي الناس تهتم بالفيديو وتفهم الفيديو، وبعد كده ابدا حط الكلمه قرانيه عشان تاخد عليها ثواب، وبعد كده كمل الفيديو بتاعك. زي ما قلت يا جماعه اول 30 ثانيه والله اكتر 30 ثانيه مهمين في الفيديو كله، لو انت ما تعبتش فيهم الفيديو مش هيوصل. فاولا حاول تهتم بعنوان الفيديو يكون احسن من كده بكتير ويكون جذاب، المونتاج يكون متعوب عليه، فالله ينور. تمام يا رجاله، عشان بس كل الناس ما تزعلش، فانا هشرح لكم بطريقه سريعه اللي انتوا استفدتوه من الفيديو ده. اولا احنا طبعا بنقيم على اساس 3 حاجات معينه، وهي اول حاجه المجال، وعندك هنا فكره، وبعد كده الفيديو. دي يعني من اكتر 3 اسباب اللي بتخلي الفيديوهات تجيب مشاهده ولا لا. اول حاجه المجال، انك انت تختار مجال محدد، ما تلخبطش نفسك. اللي بيختار مثلا مجال التاريخ دي حاجه كويسه. الفكره بقى ذات نفسها انك انت تجيب افكار فايرال، انك انت مثلا تخش على بحث اليوتيوب وتشوف الافكار اللي جابه ايه مشاهدات كويسه، ساعتها بقى تبدا تفكر انك تعمل فيديو. كل شرط من دول ليهم شروط اصلا جواهم، انا بقول لك بشكل عام عشان الفيديو هياخد مني وقت كبير جدا. المجال طبعا يكون عليه طلب، يكون مثلا فيه مشاهدات كويسه زي مثلا الانمي زي التاريخ، فانت كده مثلا نجحت في المجال. الفكره نفسها ان هي تكون افكار فايرال، يعني هي تعمل مشاهدات كويسه وناس مهتمه بيها، مش اي فكره تنزلها تكون كويسه حتى لو انت تعبان في المونتاج، لكن الفكره نفسها مش هتلاقيها ناس مهتمه بيها. فكره تكون مثلا فايرال عن طريق البحث. الفيديو بقى لازم يكون فيه شروط معينه، مونتاج كويس طبعا ده شيء بديهي، مونتاج كويس، سكريبت احترافي، طبعا الفيديو مثلا الصوره المصغره بتاعته كويسه. اخر حاجه بقى وهي المهمه جدا الكلمات المفتاحيه، طبعا كل حاجه من دول مهمه جدا، سواء بقى ايه بقى في عنوان الفيديو او الوصف او في الهاشتاجات نفسها في اعدادات الفيديو، في الاعدادات طبعا. معلش بقى ان انا طولت معاكم شويه، انا بس حاولت على قد ما اقدر ان انا افهمكم اغلب الحاجات اللي انا عارفها بشكل مبسط جدا وعن طريق التقييمات اللي هو بشرح عملي مثلا. يعني طبعا زي ما انتم شايفين، معلش بقى في ناس كتير جدا علقت، فانا مش هقدر اعمل ده كله، هياخد مني اكتر من ساعه ونص ولا ساعتين، ولكن الفكره بس هدفي من الفيديو انك انت تتعلم اكتر من ان انا اعمل لك تقييم لشخصك يعني. فبس لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا على المشاهده وسلام.